يا دكتور يا دكتور يا دكتور قل لي كيف بقع الوليد. مو طلع مرضه. خابرني ما انا في دارك يا دكتور، خابرني. مو مرضه، ما نو يكون ناقل لنا ما نو يتمهر لنا الجرم خاربات. انا في دار قلبك يا دكتور، عين كيف تفعلوا؟ طمن يا حاج، طمن يا حاج، ما بس كمل كيني بس يا حاج، انت اللي خارج وطمن ان شاء الله ابنك يكون بصحه جيده وتعالوا بس ان شاء الله نتعالى. ما لا نفدى لك يا دكتور، طمني، قل لي مو طلع مرضه، ما لا اقنعني، قل لي مو مرضه، حالته خطير الا ماش خطير، انا نفدى لك يا دكتور. ابنك يا حاج مصاب بمرض خبيث وان شاء الله نتعالى. ما لا نفدى لك يا دكتور، طمني، قل لي مو مرضه، فما ما معنا الا ناقل لنا الماء. يا دكتور اسمع لي اشوفه. كيف كان دي؟ لا والله ودي لا والله دي مش غلط، دي عصير. انا اقول لك هذه العوامه سواء اللي يا ابن الذين. ولا قوة الا بالله، يعني هذا كل ما بيها. حول ولا قوة الا بالله. رب البيت يدعوا لا تلمس المرض خابرني انا حول اقول له ينفعوا بالسوائل. ابنك يا حاج هذا مرضى السرطان جاء يا حاج من التلوث. الله، من الاكل الذي هو يعني متسمم، ومن العوامة هذه في الماء الذي هو يعني ما العوامة هي مهنته. ما العوامة بالماء مش صحي، والتلوث البيئي حق الشارع، والقمامة يجي إذا وجد القمامة ولا حاجة تلوث بالشارع، من الأرض ما هوش نظيف، وخلت الناس يتبدلوا أكل الحلال، من الأكل الذي يكونها كلها الأكل الذي يكونها كلها ملوثة. حتى العصير؟ لا مدري والله ما أدري، عصير والله عصير عصير شغلة مدري الشاي ما هوش ملوث.
مش من اول ما نبدا نقاوم. اذا مسكوا يا حاج الماء ما هوش غير صحي كما البلاعه كما اي حاجه الا ما لا خلاص انا مسكوا شفت هذا اكل غير صحي ولا فاصل والله الحقهم فاسد لما يعملوا لنا حلال كيشت بطاطا واي حاجه هذه ما ندعي ما بيجي. هذا يا حاج هذا حق يا حاج هذا شيء بيد الله انت لا تعالوا ان شاء الله ربي يشفي. الله يشفي امين ان شاء الله يشفي كل مريض. معدلات النجاة من مرض السرطان وصلت إلى قفزات كبيرة في ال50 عاما الماضية، وتوقع الباحثون في المركز الدولي لأبحاث السرطان بجرأة أن بعض أنواع السرطان قد تنقرض في السنوات القادمة. بالنظر إلى جميع أنواع السرطان يتوقع أن ترتفع معدلات الشفاء إلى 60% في العقد المقبل، قبل أن ترتفع إلى 80% في عام 2045. أحد الجوانب الرئيسية لتحسين معدلات النجاة من السرطان بحسب الخبراء هو التشخيص السريع، فإذا كنت تريد الحفاظ على معدل شفاء مرتفع فمن المهم حقا أن تجد السرطان في أقرب وقت ممكن. بالنسبة لبعض أنواع السرطان من المتوقع بالفعل أن ينجو أكثر من 9 من كل 10 أشخاص من مرضهم، وهذا يشمل سرطان الجلد عند النساء وسرطان الخصية. أما سرطان الثدي والغدة الدرقية تزيد نسبة البقاء على قيد الحياة عن 70%، ويمكن أن يؤدي الاكتشاف المبكر إلى تحسين هذه النسبة. سرطان عنق الرحم يمكن أن ينقرض تقريباً بفضل نجاح برنامج لقاح فيروس الورم الحليمي البشري، إلا أن معدلات البقاء على قيد الحياة على المدى الطويل لبعض أشكال المرض مثل سرطان الرئة والبنكرياس لا تزال أقل من 10%.